انا اقول لك ردود افعال السعوديين من خساره الاتحاد من الاهلي امبارح 3-1. ابتدي بمين؟ بالاعلامي وليد الفراج. قبل الماتش كان بيقول ايه؟ عمره ما شاء الله تبارك الله عمره ما سمع هارد لك قدام الاهلي المصري. ما تكلموا يقول لك احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبنا. يعني نتكلم اليوم على الاتحاد. الاتحاد مسوي بصمه وين تسخنهم علينا اذا ما قدرت تفوز على الاهلي المصري. يعني مع احترامنا وتقديرنا ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين ولا نقاش. بيجي واحد يقول لي التاريخ والجغرافيا والهندسه والجبر والرياضيات هذه موجوده. لا يعني ما حد معترض على التاريخ. نحن لسنا الان في متحف كره القدم العربيه، نتكلم على واقع كره القدم العربيه. اذا طب تعال نشوف التاريخ والواقع بيقول ايه. زيو 1 زيو 2 زيو 3. شفت التاريخ والجغرافيا بيقول ايه يا استاذ وليد؟ شفت؟ المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. انا كنت بمزح بس. لا معلش ما تهزرش معانا معلش عشان احنا اغبياء وزعلنا وحش. اتفضل اعتذر دلوقتي. يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم 3؟ ساتر يا ساتر. لا بنهزر فعلا بنهزر يعني. احنا اسفين نتراجع. هنسامحك خلاص. تعالوا بقى لجمهور الاتحاد، شوفوا كان بيقول ايه قبل الماتش. ان الاهلي المصري دخل هنا بالجحيم واندفن مع الطلب. قابل الاهلي ندقه دق ان شاء الله 4. انتوا اكلتوها كثير فارضكم وخارج ارضكم. تعالى يا مين راحت فين؟ تعالوا الجمعه. 1-2 الطعمية راحت فين؟ ليه كده يا كبسة؟ ما تستفزش الأهلي. عايز تكسبه نيامه. قول له انت فريق كبير واحنا خايفين منك موت وبتاع، بس ما تعملش عنتر قدام الأهلي. ما تحضرش العفريت. اهو المرد طلع في وشك وخليت البعبع والعو حضروا. ورينا هتعملوا ايه دلوقتي؟ ما اخدتوش درس من اللي حصل في الهلال؟ اهو جمهور الهلال قبلكم قاعد يهلل كده برضه واخد 4 مستريح. ما تحفلش على الاهلي يا ابني غير بعد الصفاره. حتى لو وصلنا للدقيقه 90 ما تحفلش برضه، لان الاهلي مش مضمون. والتاريخ اللي انت اتريقت عليه بيقول كده. اهو الطعميه فازت على الكبسه وعملت لكم حموضه ومش من ايامك ومن امبارح. شكلكوا ايه قدامنا بقى دلوقتي؟ لا استنوا، ده انا هسمعكوا طرب دلوقتي. طرب. تعرف ان الاتحاد كبير ما ينهزم الا بفضيحه عالميه. والله نستاهل اقسم بالله. الطقطقه ما هي زينه زي قدام الهلال. هاتوا الهلال ونطلس. الحين هاتوا الاهلاوي واحد طعميه ومن عارف ايش وكلناها. خلاص انتهت القصه. يا اخي اقسم بالله حرام. الموسم هذا كله جالسين ندقدق من كل الانديه. والله عيب. الاهلي المصري دقنا. لا والله حرام اقسم بالله حرام. الجماهير هذه تخرج زعلانه اقسم بالله. تقرفكم من فريق الدقيقه 60. والله عيب اقسم بالله عيب. الدقيقه 60 نخرج. الدقيقه 60 اقسم بالله عيب. هذا اتحادكم هذا اللي تهايطوا فيه. 1-2 طعميه راحت فين؟ اقول لك فين راحت الطعميه؟ اقول لك ولا انت عارف؟ انا اقسم بالله تعبت ديني ترى. خلاص هياط بس على الفاضي. بنزيما دام يا اخي انا بشوف الحلقه الاخيره خلاص. اخ يا القهر اقسم بالله غبنا يا جماعه. والله غبنا. بصيح من القهر يا جماعه. والله قهر. نادي ذا يجيب البرض. نادي شيخ يهلك يجيبك ضغط وسكر اقسم بالله العظيم. خليتهم يضحكوا علينا. اهو شفت شكلك عامل ايه دلوقتي؟ ازاي الحال دلوقتي؟ ازاي الصحة دلوقتي؟ طب تفتكروا ده بالنسبة لنا ماتش وخلص؟ لا خالص، ده احنا كلحين قوي. والله كلحين اوفر. ده احنا كل يوم 15/12 من كل سنة هنفكركم وهننكد عليكم. هنخليها ذكرى سنوية تنكد عليكم لحد أبد الآبدين. بس بغض النظر عن كل حاجة، أنا أول مرة أعرف إن الجمهور السعودي دمه خفيف كده، وتعليقاته سواء قبل أو بعد موتتني من الضحك. بس في حاجة تحسب لهم، المنافسة والطعمية والكبسة والكلام ده مفيش ولا مشكلة حصلت في الاستاد. وكان جمهور الاتحاد قاعد جنب جمهور الأهلي، وده بيشجع فرقته وده بيشجع فرقته، وما حصلتش ولا مشكلة. حتى في تعليقاتهم بعد الماتش ما خلص كانت جميلة بصراحة. وأحلى حاجة إنكم فرحتوا الشعب المصري امبارح. سلام.